أهلا بكم في آخر الأخبار. كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن رغبة أردا جولير لاعب ريال مدريد الجديد في العودة للمشاركة مع الميرينجي رغم الإصابات العديدة التي تعرض لها. الدليل على عدم استسلام جولير للإصابات أن اللاعب التركي استغل فترة رأس السنة في إعادة التأهيل للوصول إلى الجاهزية الكاملة بسبب رغبته في التواجد مع ريال مدريد خلال كأس السوبر الإسباني، ويبدو أنه قريب من المشاركة. وفي خبر آخر، قدم نادي مانشستر سيتي عرضا رسميا للتعاقد مع أحد هدافي برشلونة خلال الموسم الحالي، وكان الأرجنتيني الواعد كلاوديو إشفيري نجم ريفر بليت قد أثار الجدل بصورة مع أسطورة التانجو ليونيل ميسي، وبعدها ارتبط اسمه بإمكانية الانتقال إلى برشلونة. لكن بعض التقارير ذكرت أن المقابل المادي المتوقع للصفقة يجعل الأمر معقدا على البارسا بسبب قانون اللعب المالي النظيف. وكتب فابريزيو رومانو على حسابه بشبكة تويتر: مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة كلاوديو بعدما قدم عرضا رسميا اليوم بقيمة 25 مليون يورو. وأشار خبير الميركاتو إلى أن قيمة الشرط الجزائي في عقد كلاوديو مع ريفر بليت تبلغ أيضا 25 مليون يورو. وأضاف: يتناقش السيتي وريفر بليت حاليا من أجل الوصول إلى أفضل الحلول بشأن طريقة دفع الأموال قبل إتمام الصفقة، على أن يبقى اللاعب مع ريفر بليت على سبيل الإعارة. رونالدو خارج قائمة العقوبات المالية في النصر. كشفت تقارير صحفية السعودية أن النصر سيعاقب عددا من لاعبيه غير الملتزمين، ليس من بينهم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق. وبحسب الصحيفة الرياضية، فإن إدارة الكرة في النصر أبلغت لاعبي الفريق الذين عوقبوا بالخصم من رواتبهم بضرورة دفع المبالغ أو ستخصم من الراتب الشهري. وفرض البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر بالتنسيق مع الإيطالي جويدو فينجا المدير التنفيذي غرامات تأخير على اللاعبين خلال الفترة الماضية نتيجة عدم حضورهم التدريبات بمقر النادي في الأوقات المحددة. ووصل مبلغ الخصومات الإجمالي إلى أكثر من 100,000 دولار، شمل ذلك عددا من اللاعبين المحليين والأجانب. لكن هذه القائمة لم تشهد معاقبة رونالدو الذي لم يسجل دقيقة تأخير منذ استحداث نظام الخصومات المالية. وكان كاسترو أبعد عددا من اللاعبين الموسم الجاري عن المباريات بسبب تأخرهم عن الأوقات المحددة للحضور. بدأ نادي ريال مدريد الإسباني في البحث عن الوريث الأنسب للحارس البلجيكي توبو كورتوا في عرين الفريق على المدى البعيد. كورتوا الذي يعاني حاليا من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، عقده ينتهي مع ريال مدريد في 2026، ويتواجد بدلا منه الحارس كيبا المعار من تشيلسي الإنجليزي والأوكراني أندريه لونين. صحيفة آس الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يبحث في الوقت الحالي عن حارس يمكنه قبول مركز الحارس الثاني لكورتوا، وذلك بسبب عدم اليقين حول موافقة لونيل على هذا الدور بعد نهاية الموسم الجاري. وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد كان يرى في كيبا هو الرجل المناسب للعمل مع كورتوا بعد عودته من الإصابة، ولكن فقدانه لمركزه في الأسابيع الأخيرة جعل النادي يدرس خيارات أخرى بدلا من تحويل صفقة إعارته إلى انتقال دائم. وفي هذا السياق يبحث النادي الإسباني في قارة أمريكا الجنوبية عن هذا الحارس المنشود، وهناك أنباء حول الاهتمام بضم الحارس الأورغواياني الشاب راندال روديجيز لاعب بينرول البالغ من العمر 20 عاما. ومن المقرر أن يتجه ريال مدريد إلى مثل هذا النوع من الخيارات قليلة التكلفة بعيدا عن المبالغ الضخمة التي تم دفعها في حراس مرمى مؤخرا في أوروبا مثل أليسون بيكر وأندريه أونانا وكيبا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتسجيل الإعجاب بالفيديو.